السلام عليكم واهلا بيكم في الحلقه الثامنه من برنامج حكاوي فنيه بالتقليه. حكايتنا النهارده مع عم حبيب وصاحبه مشا، اتنين اصحاب من صغرهم مع بعض، يلعبوا مع بعض، يسقطوا في المدرسه مع بعض، حتى يعني مش عارف حتى البيبي مع بعض، وما كانوش يفرقوا بعض ابدا، وطلعوا من المدرسه وما كملوش تعليمهم برضه مع بعض. طبعا هم صغيرين كان لازم يشتغلوا، فاشتغلوا عند واحد برز بلبن وطلعوا مع بعض، وده طبعا عشان ده الرز لو حلو خلصوا على الرز ابو لبن اللي في المحل، وبتاع زلابيا كذلك وسابوه برضه مع بعض. حبيب وحيد امه وابوه، وصاحبه مشا برضه وحيد امه وابوه. الايام مرت بيهم في بلدهم، بلد ارياف، لغايه ما دخلوا في سن الشباب. طبعا ما لهمش جيش، فخدوا بعضيهم بعد ابوهم وامهم ماتوا ونزلوا على القاهره يلقطوا رزقهم. في القاهره دوروا لغايه ما لقوا جماعه بلدياتهم، قالوا لما نروح نقعد معاهم. راحوا عندهم لقوا قاعدين في اوضه صغيره. المهم بلدياتهم يعني قال لهم اقعدوا في اي حته وخلاص. بس بلدياتهم دول كانوا برضه مجاميع من الكومبارس وفرشين الاوضه سفنجه على الارض، كل واحد ممدد على سفنجه، وقاعدين بقى يرغوا ويقولوا كلام بقى عجيب الشكل. شفت انا يا واد كنت عامل ازاي قدام الكاميرا، شفت ده انا كنت واكل البطل، شفت انا، والكلام بقى اللي هو ايه لا يقدم ولا اخر بتاع الجماعه الكومبارس دول. يعني يقول لك انا كنت هاكل البطل غار مني، الكلام ده يعني. المهم حبيبه مشى، يعني الكلام ده جديد عليهم وعايزين يناموا. النوم طار من عينهم، لكن صحابهم بلدياتهم من كتر الرغي لسانهم وجعهم قوموا عليهم ناموا شخروا. لما شخروا فضلوا يشخروا جامد، حبيبه مشى برضه ما عرفوش يناموا، وهم قاعدين متضايقين ومتغاظين قوي، عمالين يبصوا لهم وهم نايمين ومتغاظين قوي. المهم حبيب بيبص لواحد قوي كده، بص لقاه زي ما يكون بيضحك وهو نايم وبيطلع له لسانه، قال يعني انا نمت اهو وانت مش عارف تنام. حبيبي اتغاظ قوي، راح فقعه بالقلم وهو نايم. صاحبنا صحي من النوم ورا منه بلدياته، راحوا ماسكين حبيبه ومشى فقعوهم علقه وخرجوهم بره الاوضه في عز الليل وفي عز البرد. يا عيني حبيبه مشى، كل واحد شال شنطته على ايده وخدوا بعضيهم ومشوا. هيروحوا فين بالليل؟ مفيش غير رصيف كده هو هادي ورايق، راحوا طالعين فوق منه، وكل واحد طلع بطانيته اتلف بيها وراح مقرفص وعينيه غفلت كتير بتاع ربع ساعة، وصحي من النوم على صوت بيقول لهم ايه؟ هما الحلوين نايمين كده ليه؟ ما تيجي ندفيكم. طبعا صاحبنا اللي بيقول لهم كده بيحسبهم اتنين حريم متلفين ونايمين. المهم حبيب بيبص لمشا ومشا بيبص لحبيب، اكتشفوا ان ولا واحد فيهم لا في وشه ولا في شنبه ولا في دقنه شعر، يعني وشهم بالصلاة على النبي. قالوا بس فهموا الحكايه، خدوا بعضيهم وجريوا جريوا 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 لغايه ما لقوا باب عماره. دخلوا فيها لقوا البواب نايم على الدكه، حبوا يصحوه. في اللحظه دي الطور اللي كان بيعاكسهم جاب جيش من التيران المشتاقين وعينيهم بتلمع بالشوق والرغبه، واقفين يبصوا لهم بره الباب، بره باب العماره. كان البواب صحي ومسك شومه عشان يضربهم بيها يمشيهم، وحبيب مشى راحوا منزلين بطاطين من على جسمهم وبان ان هم رجاله. راح جيش التيران قالوا ايه وخدوا بعضهم ومشوا. البواب شافهم غلابه كده صعبوا عليه، شاف لهم اوضه فوق السطح وراحوا مفرشينها، كل واحد ضربه سرير صغير كده اهوت، وبقوا تمام ونزلوا يلقطوا رزقهم. برضه ما عرفوش الا سكه المجاميع والكومبارس مع قرايبهم واشتغلوا. الايام مرت بيهم، يوم يشتغلوا او يومين لا، يوم او ثلاثه لا، المهم كانوا بيقضوا نفسهم الفلوس اللي تجيلهم، يعني يصرفوا باقتصاد كده، ومشيت معاهم العمليه
ومرت الايام ومرت الاسابيع وراها الشهور وكمان السنين لغايه ما دخلوا في سن ال50، وهم قاعدين صحاب كل حاجه مع بعض وحمد ربنا وكافيين خيرهم شرهم. لغايه في يوم نازلين اوردر عشان الشغل ومتجمعين في ميدان هتيجي فيه العربيات عشان تاخدهم على اللوكيشن، ومش قاعد جنب حبيب كده، راح لنا عربيه ايس كريم، راح سايب حبيب وجري عشان يجيب واحده ايس كريم نفسه فيها. فادى الراجل، طبعا حبيب يعني ما عرفش بقى ده هيعمل ايه، هو فكره راح يجيب 2 ايس كريم فجاب واحده وفضل ايه يلحس فيها كده، وحبيب بص له زعلان يعني ازاي ما تجيبليش واحده، ومش بيبص له كده يعني مش هجيب لك. المهم جاب واحده من الكومبارس حلوه كده وشابه وعلى الجد، وراحت قايله المشه وهو ماسك يلحس في الايس كريم، ما تعزم عليا بواحده يا جدع. قال لها عيني، وراح على بتاع الايس كريم على طول وجاب لها واحده ايس كريم. وقفوا قدام بعض يبصوا لبعض وكل واحد ايه ياخد ده احسن من الايس كريم بتاعه. حبيب قاعد بعيد وهيفرقع، كان خايف من اللي هيحصل، وفعلا لحسه ورا لحسه من الايس كريم لغايه ما انتهى الايس كريم بالجواز. مش اتجوز الشابه الكومبارس الحلوه ديت، وكان لازم يروح الاوضه بقى ياخد شنطته ويودع حبيب. حبيب طول عمره عايش مع مشة وما يعرفش حد في الدنيا اللي هو، وخلاص قال حياتنا بقى تنتهي على كده. وما كانش حبيب ينفع يتجوز من ساعة اليوم بتاع التران، لأنه فقد صلاحية الجواز من ساعتها من الخضة. فقال لي مشة بلاش تسيبني يا مشة، أنا صاحبك وحبيبك، إحنا أصحاب طول عمرنا. مشة قال له لا يا صاحبي معلش، جه الوقت اللي لازم أسيبك فيه، أنا لازم أروح أتجوز عشان ما أقدرش أعيش طول عمري وحيد. قال له طب ما أنا أفضل وحيد يا مشة. قال له معلش سلام بقى، خد بعضه ومشي. وحبيب قاعد فضل يقول الوحدة، هعيش لوحدي بقية العمر، ويندم حظه كنت تستنى معايا يا مشة، استنى معايا يا مشة. وفضل يزعق يزعق، لكن خلاص مشة اتجوز ومشي. والسلام عليكم وإلى